جبت بقى كيلو اللحمة دوت، وبعد كده قطعت كده جزر وبصل، وحطيت معلقة سمنة ومعلقة زيت، وهشوح بقى اللحمة كويس قوي. عشان تعملي شوربة حلوة لازم تشوحي اللحمة بالطريقة دي. هنشوح اللحمة كويس لحد ما يتغير لونها كلها، وهكون مجهزة براد مية مغلية، عشان ما ينفعش نهائي تحطي مية ساقعة او مية فترة من الحنفية على فراخ او لحمة متشوحة. لازم تنزلي عليها ببراد مية مغلية كده، لتر ونص لترين مية، عشان طبعا بقى لسه هنشيل ريم وكده، فيبقى عندنا شوربة كافية نعمل الاكل، نعمل شوربة. ننزل بقى بالمية المغلية كده على اللحمة ونصدمها كده، ونشوف بقى هنعمل ايه جنب اللحمة ديت. بصوا بقى الشوربة بقى، اشربي احلى طبق شوربة بقى بالجزر والبصل، تحفة. مجرد ما يغلي نشيل الريم بتاعه، وبعد كده نوطي عليه ونغطيه. هنا بقى جبت فصين توم بشرتهم، وبعد كده معلقة سمنة، رحت نازلة عليهم بشفشق طماطم وبصل وفلفل. الشفشق الطماطم ده فيه طماطم وبصل وفلفل. وبعد كده ابتديت بقى اول ما غليت غلوتين كده، رحت نازلة ببطاطس مقطعاه كده شرايح، عشان نعمل صينية بطاطس باللحمة. وبعد ما ارص البطاطس هنزل بقى بكبشتين شوربة ومعاهم اللحمة اللي انا هحطها في الصينية. اسرع صينية بطاطس باللحمة ممكن تاكلوها، سريعة وطعمها فظيع بقى. يعني احنا ما بنحبش الخضار يبقى باين في الاكل يعني، فعشان كده ضربة البطاطس والفلفل والطماطم كلهم مع بعض. ننزل بقى بالشوربة. بصوا الشوربة لونها عامل ازاي، عشان شوحنا اللحمة كويس وعملت شوربة تحفة. ننزل بقى باللحمة بالشكل ده. انا مقطعه حتت صغيرة علشان صينية البطاطس تاخد غلوتين من فوق باللحمة، وبعد كده هقوم مدخلاها الفرن تكمل سواها بقى وتاخد اللون التحفة اللي احنا بنحبه. غليت براد مية تاني، وهنا بقى جبت شوية شعرية بسمنة وزيت، وبدأت ان انا اشوح كده الشعرية واحمرها كويس بالشكل ده. وبعد كده غسل الرز وحط عليه الملح بتاعه. اول ما الشعرية تتحمر رحت نازله انزل على طول بالرز والملح، وبعد كده انزل بالمية المغلية عليه. اسرع رز ممكن تعمليه وبيطلع مفلفل وجميل جدا. والسر في المية المغلية، وان انت تحطي المية في سوى الرز، لان المية عندنا سخنة ومغلية، فلو زودنا عن الرز، عن مقدار الرز هيعجن مني، وملحقتش اصور بقى الاكل اتنسف نسف.